ظهرت براند كابريانا كفكرة في منتصف سنة 2024. عدنا بعد فترة غياب دامت لأكثر من شهر. اليوم نبي نتكلم معاكم عن براند ليبي نيش اسمه كابريانا. بداية، عطور كابريانا تعود ملكيتها إلى رجل أعمال ليبي عاشق وهاوي للعطور. ظهرت براند كابريانا كفكرة في منتصف سنة 2024، وفي بداية شهر 10 2025 أنتجت أول عطرين لها، بياند ذا إبيس وكايا براعود. وفي بداية شهر 12 2025 أنتجت ثالث عطر لها، يونيك بورزنت. تعاونت دار كابريانا لإنتاج عطورها مع 3 عطارين أتراك عالميين لهم تعاونات عدة مع دور نيش عالمية معروفة، منها يونيك لكجري التركية، وريفيتنت الإيطالية، وسوبريز البلجيكية. والعطارين هم حسين أردمش وعائشة أوغلو وغوخان شمشك، وإن شاء الله نكون نطقت أسمائهم صح. نجي لأول عطر معايا، بياند ذا إبيس. العطر من تصميم العطار حسين أردمش، والعطر بحري فروتي حمضي. العطر جسد النوتة البحرية بطابع فاكهي حمضي جميل جدا ومتقبل من غير ريحة الزفارة المتعارف عليها. يعني خلينا نقوله إن في نفس اتجاه العطور المشهورة مثلا زي ميجامير ولايت بلو انتنس للجيجابانا واكدينيز من يونيك لوكجري وغيرها من عطور ثانية تتسم بالطابع البحري اللي فيه ريحة الزفارة اللي بعض الناس ما يتحملوهاش، لكن هنا قاعدة بطابع متقبل وأجمل بواجد من عطور اللي تم ذكرهن. العطر من النوتات متاعه تعرف انه هو مخصص للصيف والاجواء الساخنة، والاداء متاعه متفجر جدا، ثباته على الدبش يفوت اليومين والفوحان لاكثر من 4 ساعات متواصلة. نجود ثاني عطر معنا وهو عطر كايا براعود من تصميم العطارة عائشة أوغلو. العطر الشرقي بطابع فاكهي استوائي من أجمل ما يكون. كايا براعود جسد النوتات الشرقية المتمثلة في العنبر والأخشاب والعود بطابع فروتي استوائي جميل جدا ومتقبل من جميع الناس. يعني لو أنت شام عطر عود مراكوجا وعطر مانا وعطر أمبرينو مات لكن عندك عليه ملاحظات بسبب نوتة العود والجلود والبخور، هنا حتشم العطر بطابع فاكهي أكثر من أي شيء أورينتال ممكن تشمه في العطور اللي تم ذكرهن. وطبعا من نوتات كايا براعود تعرف أنه هو مناسب جدا للأمسيات الباردة خاصة في فصل الشتاء والخريف والربيع. أما ده العطر حتى هو قوي جدا، أعطاني ثبات على الدبش لأكثر من يوم كامل، أما فوحانه لا يقل عن 3 ساعات. أما ثالث عطر من دار كابريانا عطر يونيك بورزنت من تصميم العطار غوخان شمشك. يونيك بورزنت أكثر عطر استوقفني في دار كابريانا، لأن العطر متفرد ومعقد أكثر من خوته اللي قبله، بمعنى أن العطر نيش بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لا حيذكرك بعطر شامة من قبل ولا حتشمه في أي مكان آخر. العطر فاكهي خشبي بوزي غورماندي، دمج بين نوتة جوز الهند مع التباكو والرم زائدا القهوة والعسل. العطر متفرد جدا ومتقن كتوليفة عطرية. ومن النوتات اللي تو ذكرت تعرف ان العطر مناسب جدا للأمسيات الباردة في الشتاء والخريف. اما الاداء فهو زي باقي خوته، اعطاني ثبات على الدبش اكثر من 12 ساعة والفوحان لا يقل عن 3 ساعات. وقبل ما نختم معكم الفيديو حبيت نوضح لكم ان براند كابريانا تم تصنيعها بالكامل داخل معامل في مدينة غراس عاصمة العطور بفرنسا، وتم تعبئتها وتغليفها داخل بلادنا الحبيبة ليبيا. وصلت معكم الختام، نسأل الله أن يبارك لصاحب البراند، وإن شاء الله نشوفوا كابريانا في أعلى المراتب العالمية لعطور النيش. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم.